بسم الله. السلام عليكم. مرحبا بك. الصفات طالب في السلك اللي كتقرا فيه. الله تسعي تخصص تاريخ وحضاره، مستوى السمستر الثانيه. نقدر نهضروا على اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه هو القرار مزيان، ولكن هو من الاحسن ان القرار يكون تعاود فيه اعاده النظر ويبدا من الابتدائي، ولكن ما يكونش بحال كما كنا تنقراو الفرنسيه في الاول، يعني تكون على قواعد باش يكون التلميذ من الابتدائي يتكون مزيان، قرا العربيه تقرا الفرنسيه تقرا الانجليزيه. ما بقاش هذا المشكل اللي كنوصلوا دابا، راه كاين المشكل حتى في الثانوي وفي الاعدادي. دابا كاع في الجامعه ملي غتبدا تلقى اشكال اخر في اللغه الانجليزيه. كاين الناس بزاف مثلا غتلقى عندهم في البدايات غتلقى عندهم صعوبات، خصهم يرجعوا يديروا تكوين اخر في اللغه عاد باش يسيروا. هذه القضيه هي قضيه مزيانه، ولكن نورمالمون ومن الاحسن انها ترجع للابتدائي ويبدا التكوين من الابتدائي من الصفر، ونبداو بالتكوين ديال اللغات والتقاعد مزيان ونمشيو ان شاء الله للقدام. شكرا. اش كتشوف اللغه الانجليزيه مستقبلا؟ شوف، اللغه الانجليزيه داخل فيها مساله اقتصاديه سياسيه، فيها حوايج كثير. العالم كامل في التجاره اللغه الانجليزيه، في الاستثمارات، في خصوصا المغرب، بالضبط المغرب بلد السياحه وداك الشيء. اللغه الانجليزيه راه خصها تكون اولويه في بزاف المسائل، خصها تكون اولويه. وكنظن انا هي ماشي عندها، هي راه من قديم هي عندها السطوه وباقي قدامها بزاف، باقي هي صدارة العالم باقي قدامها بزاف، لانها غتفتح لك ابواب كثيره ديال الناس في البطاله، غتقدر تحيد لك نسبه ديال البطاله. وفي استثمارات كاينه دابا التجاره الالكترونيه، راه التجاره الالكترونيه كترجع للانجليزيه بالضبط. كتشوف الناس كيخدموا باللغه الانجليزيه وبزاف د الحوايج سياسيا واقتصاديا كاع اقتصاديا. من ناحيه دراسه اللغه، شكون اللي كيجيك ساهل، واش الانجليزيه ولا الفرنسيه من ناحيه البروغرام؟ التكوين ديالنا حنا الفرنسي، التكوين ديال الفرنسي، حيت حنا تلقينا من تقريبا من الابتدائي الثاني وحنا تنلقاو التكوين الفرنسي. حنا تقريبا انا حتى الثانوي عاد قرينا بالانجليزيه، بطبيعه الحال قرينا بالفرنسي. هادشي اللي قلنا خصنا نرجعوا للابتدائي ونبداو بها من الابتدائي ونمشي. شكرا. انا استاذ كنت معنا في قناه الحوار بريس. شكرا.